لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه جينو يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا قتال جينو ضد ملك الجن باروكا وقدر يهزمه، ولكن ما يقدرش يستخرج ظله وده اللي خلاه يتضايق. واضاف فارس جديد لجيش الظلال وهو اسمه ايرون، ويقدر يكسب خنجر جديد ويقدر يطور اكتر من كده. ودلوقتي هو في مهمه مع جينهو، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل جينو هيقدر يبقى اقوى من كده ولا لا؟ علشان تحديات قلعه الشيطان. وعلشان ما تقولش عليكم اكتر، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف جينو في احد المغارات مع جينهو، وكان جيش الظلال بيقاتل الوحوش، ويكون جينهو مصدوم ويقول له ايه الوحوش اللي خرجت ديت، ويفتكر جينو ان هو اول مره يشوفها وما قالوش قبل كده برضه، ويقول له دي احد مهاراتي. وبيكونوا خلصوا القتال وبيقول لهم جينو يكملوا شغلهم ويبداوا يجمعوا بلورات المانا. ويزعل جينهو ويقول لجينو على الاقل سيبني اجمع الجواهر، انا حاسس اني ماليش لازمه. وبيجي فارس ويديله الجواهر. وبيكون في احد المغارات في سفينه مدمره، بنشوف واحد مرعوب جدا وبيقول له واحد ما تقلقش ده انا بس فقدتهم الوعي، ولكن بيكون مش فاهمه. ونعرف ان هو لا يتحدث الانجليزيه. بيقول له انا برضو انسان وانا عاوز ارجع لدياري. وبنشوف سون وجينهو بيحتفلوا وبيقول له سون احنا اكملنا دلوقتي 19 مهمه. وبيشكره جينهو وبيقول له سون انت هتعمل ايه بعد كده؟ وبيقول له انا هحضر الاختبار النظري في الجمعيه وبعد كده هاخد رخصه رئيس النقابه، انا هستغلها للتفاوض مع ابويا. وبيقول له جينهو طب انت برضو هتعمل ايه؟ وبيقول له سون انت ممكن ما تعرفش تتواصل معايا الفتره، انا اروح لمكان معين. ويبص له جينهو ويقول له لو انت متضايق مني يبقى قول لي بصراحه، انا مش هسبب ليك المتاعب تاني. وبيقول له سون هو انت سكرتي بالسرعه ديت؟ وبيقول له جينهو انا عندي اخ اكبر مني ب10 سنين بس هو بيكرهني ولم نقضي وقتا كاخوين قبل كده، بس انت انقذت حياتي ووافقت على طلبي، وكمان انا كنت بتمنى تبقى اخويا الحقيقي. وبيقول له سون بدا من اليوم هتبقى اخويا الصغير. ويفرح جينهو ويقدم له لحمه اكتر. وبنشوف نفس الراجل اللي كان في المغاره مقبل بالسلاسل، وعلى حسب المعلومات اللي قالها هو مش صياد اجنبي، وهو حبس 10 سنوات بداخل المغاره وعجز عن الخروج منها. وعندما استيقظ وجد نفسه في بوابه متصله بالولايات المتحده الامريكيه، وكانوا عايزين يتكلموا لكن هما مش فاهمين لغته. هما بيكونوا طلبوا مترجم، وهو الصياد من الرتبه اس، وهو بينتمي لنفس بلاده وهو متجه لواشنطن دلوقتي. والصدمه بيكون هو وانج دونغوسو. وبنشوف جينو بيجهز نفسه وبيقول لاخته ان هو هيغيب لمده اسبوع، وتقول له اخته انت باين عليك هتخرج مع واحده. ويقول لها جينو انا هخرج مع صاحبي ويمشي. وبيروح لقلعه الشيطان ويفتكر ما حصل عندما دخلها لاول مره وعندما قاتل كريبيوس، وهو كان باللون الاحمر ساعتها ولكن كان مستواه عندئذ 20، ولكن هو دلوقتي بقى 3 اضعاف المستوى. ويفترض ان القتال يصبح اسهل من السابق، ويفتح الباب ويدخل للقلعه ولكن لم يقابل اي شيطان حتى الان، ومع انها متعجب الشياطين. وتيجي مهمه ويقول له انت لازم تجمع روح الشياطين، اي معناته قتل الشياطين. والمصيبه بتكون 10,000 روح شيطانيه، يبقى معناته هي القلعه تعجب الشياطين فعلا. بس انا جيت المره دي الهدف مختلف، وهو جمع اغراض اكسير الحياه، سواء كانوا 10,000 او حتى 100,000 روح شيطانيه انا هقتلهم كلهم. وبنشوف جينو راح لابوه وكان معاه استماره انجازاته، وبيقول له والده انت عاوز تبقى رئيس النقابه مع رغم انت عارف خطه اخوه. وبيقول له جينو اخويا جاب واحد غريب من الخارج علشان يبقى رئيس النقابه وهي فيها مخاطره كبيره في شركتنا. وبيقول له ابوه الواد اللي معاك اسمه سونج جين وو مش كده برضه؟ في المغاره المزدوجه وحادثه قتل فريق هوانج دونغوسو، والحادثه التي قتل فيها عضو قسم المراقبه السجناء، واجه جميع الاحداث الثلاثه وخرج منها حي سالما. وايضا كما شارك في جميع المغارات التي نظمتها انت، وقبل بدايه ايام استضافت نقابه النمر الابيض بوابه حمراء، وكمان سون كان في هذه البوابه وقدر يقود الناجين الى بار الامان. انت حصلت على رخصه رئيس النقابه بفضل مساعده سونج جين وو، وما زلت تريد مني تسليمك للنقابه. وبيقول له جينو حتى مع هذا انا عاوزك تسلمني نقابه يوجين. وبيقول له ابوه انا موافق، انا هديك النقابه ولكن بشرط واحد. وايه هو الشرط دوت؟ بيقول له ابوه بعد البوابه الحمراء سمعت نقابه النمر الابيض تريد ضم سونج للنقابه بتاعتهم في الخفاء، وانا عاوز تضمه للنقابه بتاعتنا باقصى سرعه وباي ثمن. بيقول له جينو انا هقدر اعملها. وبيكون جينو قضى على جميع الشياطين ولكن لم يستطيع استخراج ظلها، وتقول له مانا ملوثه. جينو بقى اقوى من الاول، وتيجي رساله ويفتحها وبتكون ورقه وهي تصريح لدخول الطوابق العليا، ويظهر برج من النور وهو ده المكان الطبق الثاني. بتكون المغاره واسعه جدا وكأن المدينه كامله حشرت بداخلها. بيقول جينو انا كده هتعب لو فضلت امشي على رجلي. ويخرج جينو ظل وهو بيكون زعيم الدببه، ويركب جينو عليه ولكن بيواجه الشياطين في طريقه، ولكن يجري الدب بسرعه كبيره ويخترق صفوف الشياطين ويسميه جينو تان. وبنشوف السياده هاي ان وهي بتكون عرفت بخبر النمل المجنح، ويقول لها القائد احنا مش عاوزين نقول لحد علشان المواطنين ما يفزعوش، واحنا كمان لازم نطور قوتنا في الوقت الحالي لنصبح اكبر نقابه في البلاد ونتولى المثاليات التي تليق بحجمنا. وبيكون جينو قدر يخلص على الشياطين وبيكون بقى اقوى من الاول، وكان فاكر ان الوحوش سوف تصبح من الرتبه اس ولكن هم تقريبا من الرتبه بي، وقدر يوصل للطابق السابع ويقدر يخلص على الشياطين برضه، ويقدر يخلص على الباقي في جميع الطوابق. وكان كل طابق مش شبه نفس اللي قبليه، دي طريقه بتتغير مع كل طابق وكل طابق ليه مميزاته. وبيكون جينو وعد جينا ان هو هيجي قبل اسبوع دي معركه ضد الوقت، ويوصل للطابق ال50 ويقابل زعيم الشياطين لهذا الطابق وبيكون باللون الاحمر واسمه فولكان الجشع.
ويطلع جينو جيش الظلال، ويكون مدير نقابة النمر وصل وكان بيدور على جينو لكن هو مش موجود، واخته هي الوحيدة اللي موجودة، وحتى ما سحبش فلوس من البنك واخد تسجيلات نشاطاته هي عند وسط المدينة. يا ترى هو فين دلوقتي؟ هو اصلا مش موجود في العالم دوت، ده بيقاتل الشياطين دلوقتي. ويقوم جينو جيش الظلال بالهجوم ويقول لهم سيبوا لي الزعيم وانتوا اجلدوا الباقي. بيكون الجيش ذات قوة ايضا، وده بفضل زيادة معدل الذكاء مما يتيح لجينو الحرية بشكل اكبر في المعركة. لكن الوحش المقلبس دوت ناوي يتحرك امتى؟ انا هبدأ بالهجوم الاول، لكن مجرد جينو يغمض عينيه بيختفي فولكان من مكانه ويلاقيه فوق الجيش ويبعدهم عن بكرة ابيهم بضربة واحدة. بيظهر جينو ويكون متعصب جدا وبيقول له انت عملت ايه دلوقتي، ويديله بوكس بيطيره. بيكون جينو مصدوم من قوته، ولكن بيكون فولكان لسه عايش ويطلق صيحة بتكون نفس صيحة كريبوس، وهو كده بيزود قوته القتالية اكتر. وبيجي بسرعة على جينو ويستدعي جينو ايرون ويرمي له الدرع ويصد ضربة فولكان، لكن بيضربه ضربات متتالية. هو ازاي بالرشاقة ديت؟ لابد من وجود ثغرة في مكان ما، ودي هي الفرصة. ويرمي جينو عليه الدرع وينط ناحيته وكان خلاص هيقتله، ولكن فولكان اسرع من كده. ولكن جينو يستخدم مهارة يد الحاكم ويبعد الهجوم عنه. وحش ده تنبأ بتحركاتي دلوقتي، ازاي عمل كده؟ انا مش هقدر اسيب الوحش دوت، ده المكان الوحيد اللي انا اقدر اسيبه هو راسه الصغيرة. وبيهجم عليه فولكان ولكن جينو بيهرب بسرعة، ولكن فولكان يجري وراه ويفكر جينو ازاي يصيبه، وفكر يطلع المبنى ويستخدم مهارات الاندفاع ويطلع المبنى بسرعة، ولكن فولكان لسه وراه ولكن ما يقدرش يقف ويتخبط في المبنى. ودي فرصة جينو للقضاء على فولكان، وبيهجم عليه باقصى سرعة ويقدر يقطع رقبته ويخلص القتال اخيرا. وبيكون كسب اول غرض من وصفة اكسير الحياة وهي شجرة العالم. وبيكون هوانج وصل وبيتكلم الراجل دوت ويقول له انا عمري ما شفت وحش ناطق، وبيقول له انا مش وحش ولا حاجة، انا انسان زيكم، ممكن اعمل تحليل دي ان ايه في اي وقت او اي حاجة زي ديت. وبيقول له هوانج اسكت انا اللي بسأل هنا. بيقول له الراجل ما مدى معرفة البشر بالبوابات والوحوش؟ انت بتقصد ايه؟ المغارات والبوابات والوحوش انها مجرد البداية، اعظم قوة كارثية استيقظت اخيرا انها الكارثة العظمى، انا مش هقول حاجة تانية، هدفي هو منع هذه الكارثة. بيقول له هوانج بطل هزار بقى، انت عارف كم صيادا في هذا العالم؟ لو انت جمعتهم يبقى اكتر من 1000 صياد. ويقول له لا فائدة من الاعداد امام تلك القوة، سيتم التهامهم واستغلالهم فقط، انت بان عليك قوي بعض الشيء. ويتعصب هوانج ويقول له انت بتوصل بمين الضعيف؟ ويقول له وحش وضيع عنده اسم كالبشر. الله، ما الراجل قال لك هو مش وحش، انت عاوز ايه تاني منه؟ وكمان انت عندك زوجة وطفلين. ويقول له هو انت فاكر اسم ابنك؟ وبيقول له اسمه جينو. اوبا، ده طلع ابو جينو. بعد السنوات دي كلها قدر يخرج من المغارة المحبوس فيها بقاله 10 سنين، ولكن هو بيشعر بان القتل جايه من هوانج. وبيقول له انت عاوز ايه؟ وبيقول له انا مش هجاوب على اي سؤال، ولكن هقول لك على معلومه واحده، ابنك مات بالفعل، لو عندك كلمات اخيره فاذهب الى الجحيم وقول له بنفسك. بتعصب اب جينو جدا، دي بانها تحصل معركه هنا، وبيكون جينو قضى على الشياطين ويوصل للزعيم وبيكون واقف جنبيه. ايه يا باشا، انت اتفاجئت من قوتنا ولا ايه؟ انت ما توقعتش دوت، مش صح برضه؟ وكمان وحش خارج زيك كده، خايف ليه اصلا؟ عامه ما يهمنيش. ويهجم عليه جينو ويقطع راسه، وتيجي رساله وتقول له ارتفع مستواك. وبيكون في مدينه اتحرقت، وده نفس المكان اللي كان فيه اب جينو وهوانج، وبيكون حصل قتال ما بينهم. والمعارك ديت بتكون مختلفه عن باقي الرتب، وهي لو حصل معركه ما بين رتبه اس دي ممكن تدمر التضاريس اللي حواليها، ولكن الضرر ده بسيط جدا، في لحظه واحده بس هزم الصياد هوانج شر هزيمه. لو طلع اب جينو قوي جدا، والقتال خلص قبل ما يزداد سوءا، وبيكون جينو استهلك مؤنه بالكامل ويقرر يقف عند هذا الحد وهو في الطابق 75 وتبقى 25 طابق. ويكون كسب اغراض من الزعماء اللي هزمهم، وبيكون لها تاثير جامد جدا. بيكون كسب كوره وهي كره الجشع، وهو ما يقدرش يستخدمها بس يمكن نقلها الى شخص اخر ويفكر يديها لجنود السحر، ولذلك هتضاعف قوته للضعف. ويختار الصندوق الملعون ويفتحه وبيكون مفتاح، لكن هو مش معرف دلوقتي، ولكن ده مش هدفي. انا حصلت على شجره العالم، وفي الطابق 75 حصلت على مياه غابه الصدي، وكده بيكون فاضل وصفه واحده، تبقى غرض واحد من انقاذ امي ويمشي. وكده وصلنا لنهايه الحلقه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل يا ترى هنشوف والد جينو اكتر من كده ولا لا؟ ده هنشوفه في الحلقه القادمه. وما تنساش الاشتراك في القناه ومشاركاتها واللايك الجميل بتاعك.